الأخيرة في حلب على مسار المفاوضات المرتقبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمة لشهداء الثورة السورية، ونبارك للشعب السوري هذه الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها عسكريا وميدانيا في مدينة حلب. بدون أدنى شك أن التطورات العسكرية الميدانية دائما هي التي تتدخل في الوضع السياسي ووضع المفاوضات. لا يمكن أن يحقق أي من المفاوضين من أي جهة أي نتائج على الأرض ما لم يكن هناك قوة تسانده، قوة عسكرية ميدانية. بكل تأكيد ما يحققه الثوار الآن هذه الأيام على الأرض في مدينة حلب والبطولات التي يسطرونها اليوم ستنعكس بشكل إيجابي وكبير على مسار المفاوضات المزمع استكمالها في المرحلة القادمة. في كل مرحلة كانت تسبق المفاوضات كان النظام السوري وحلفاء النظام السوري من الإيرانيين والروس يحاولون صب كل اهتمامهم وقوتهم للسيطرة على مزيد من الأراضي في مناطق مختلفة من سوريا لزيادة موقفهم أو تقوية موقفهم أو تفاوضي في حين تكون هناك جولة من المفاوضات. لذلك هذه المرة ستكون الأمور معاكسة تماما إن شاء الله تعالى. ما كان يريده النظام وحلفاء النظام من روسيا وغيرها ما كانوا يعني يطمحون إليه في المفاوضات القادمة بعد حصارهم لمدينة حلب وبعد ابتزازهم لأهالي تلك المدينة وفتح ما يسمى بالممرات الآمنة الكاذبة التي قتل وسشد خلالها العشرات من السوريين من الحلبيين. بكل تأكيد أن السحر قد انقلب على الساحر. الآن الثوار قد أخذوا زمام الأمر وهم الآن هم يقاتلون وهم يسيطرون الآن الملاحم الكبرى ويسيطرون على مناطق كبيرة. قوات النظام تحولت من الهجوم إلى الدفاع الآن بحالة هلع شديدة، يهربون أمام ضربات الثوار. الضربات الجوية الروسية تم تحييدها بشكل أو بآخر. الروس لا يستطيعون الآن تقديم أي معونة ذات قيمة للنظام السوري. النظام السوري الآن يخسر يوميا العشرات من جنوده ويؤسر عشرات آخرون، يخسر الآليات ويخسر المناطق الأراضي الواسعة. وهناك أيضا حديث عن ربما ستطوق مدينة حلب الغربية لتصبح هي محاصرة من قبل الثوار، لا العكس. هذا كله سيعطي قوة سياسية للثوار وسيعطي قوة سياسية لهيئة التفاوض العليا وسيكون له أثر كبير جدا في تلك المفاوضات. لذلك أعتقد أن لا روسيا ولا إيران سيرغبون بعقد مثل هذه المفاوضات في هذه المرحلة وهم في مرحلة الانكفاء وهم في مرحلة الدفاع عن النفس. واعتقد ان حتى امريكا التي تزعم كاذبة صداقتها للشعب السوري هي الاخرى لا تجد ان الان اجواء مناسبة للمفاوضات، لان هيئة التفاوض ستتحدث من يعني وجهة او من ستكون صاحبة اليد العليا وستتكلم من منطلق القوة على عكس ما كان يراد لها. يعني هي امريكا لازلنا نتذكر كلمات كيري في شباط من هذا العام حين رفضت هيئة التفاوض أن تقبل بالشروط الأمريكية فقال لهم ستتحول حلب إلى كتلة من اللهب. لازلنا نتذكر تلك الكلمات التي صدرت ممن يزعمون صداقة الشعب السوري أمريكا. بكل تأكيد أن ما حدث من انقلاب فاشل في تركيا أخسر الولايات المتحدة ورقة أخرى كانت تستخدمها في المنطقة، وهي تشعر الآن أنها في مرحلة انكفاء بدل ما أن كانت هي صاحبة المبادرة وكانت هي صاحبة اليد العليا في المنطقة. سيد زيزان، قبل الحديث عن الدور الأمريكي وكذلك الروسي والدور الإقليمي بشكل عام، الاجتماع الذي ضم الفصائل الثورية بالهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الذي بدأ بالأمس واستمر حتى اليوم، هل يبشر بتمثيل أكبر للفصائل المقاتلة في المفاوضات؟ يعني نحن نتفائل خيرا كثيرا من مثل هذه الاجتماعات. بكل تأكيد هناك على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي نتائج إيجابية من مثل هكذا اجتماعات. على المستوى العسكري نحن كلنا رأينا كيف تراجعت الثورة وتراجع الثوار حين كانوا يقاتلون أفرادا وحين كانوا يقاتلون بجماعات متشتتة. أما حين توحدت كلمتهم في مدينة إدلب سابقا تحررت إدلب، والآن حين نسمع عن توحد كلمتهم وتوحد صفهم في مدينة حلب نتوقع أن يتم تحرير مدينة حلب كاملة، ليس فك الحصار فقط عن المناطق الشرقية. هذا من الناحية العسكرية.
من الناحية السياسية بكل تأكيد حين تجد هيئة التفاوض العليا والائتلاف الوطني أن هناك تناغما ما بين الائتلاف والجناح السياسي للثورة من جهة وبين الجناح العسكري للثورة، هذا سيعطي قوة كبيرة للطرفين من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية. من الناحية السياسية حين يذهبون إلى المفاوضات يعلمون أن وراءهم قوات تقاتل على الأرض، وأن هذه القوات موحدة، وأن هناك قيادة موحدة لهذه القوات بإمكانهم أن يتفاوضوا عليها. في السابق كانوا يعيبون على المفاوضات أو المفاوضين من الثوار من المعارضة أنهم ليسوا أصحاب قوة وليسوا أصحاب كلمة على الثوار على الأرض. نحن نأمل أن تكون السنة السادسة للثورة السورية هذه السنة يتم التناغم ما بين قوات عسكرية بشكل كامل على الأرض، ويصبح تناغم أيضا ما بين الجناح السياسي والجناح العسكري. حينها سنتأمل بالنصر الكبير، وحينها نتوقع أن ندخل دمشق، أن ندخل حمص، أن ندخل اللاذقية والمناطق الساحلية كلها إن شاء الله تعالى. هذا لا يكون إلا بتوحد كلمة الثوار بشقيهم السياسي والعسكري. لذلك أنا أتفائل تفاؤلا شديدا بهذا الاجتماع الأخير الذي حصل في تركيا، وأتمنى أن تكون هذه لها انعكاسات حقيقية على أرض الواقع في سوريا، في حلب تحديدا الآن في هذه المعركة الفاصلة الكبيرة، وفي غيرها من المناطق المشتعلة في سوريا. نعم سيد زيزان، باختصار لو سمحت، متى تعتقد بأن معركة حلب الكبرى ستتوقف؟ ستتوقف معركة حلب الكبرى عند انتصار الثوار وتحرير مدينة حلب وريفها بالكامل. يخطئ الثوار إن ظنوا أن فك الحصار عن مدينة حلب الشرقية هذا كافي. معاناة الثوار ومعاناة حلب الشرقية ومعاناة الريف الحلبي كله يأتي من وجود مسمار جحا في حلب. لابد من قلع هذا مسمار جحا من مدينة حلب. لابد من السيطرة على كامل مدينة حلب حتى يعيش المدنيون بأمن وأمان، وحتى نتوقع في تلك اللحظة فقط ستتوقف معركة حلب، لأننا سنتوجه بعدها إلى المعارك الأخرى الفاصلة في ما وفي حمص وفي اللاذقية وفي دمشق. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي عبد الله زيزان، كنت معنا من عمان.